السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي صحة وفي سعادة دايما يا رب. جايلكم بفكرة عبقرية، بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. فيديو النهاردة فكرة عبقرية للمطبخ، هتسهل عليكي كتير، مريحة جدا ليكي، بجد حلوة جدا جدا. قبل ما يلا تبدأي الفيديو معايا، انزلي كده حطي لي لايك، كده بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير. وبتمنى منك كده لو مش مشتركة في القناة تنوريني وتشتركي في القناة، طبعا هيزيدني شرف بمشاركتكم ليا. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اللي عندها طباقة في المطبخ بالطريقة دي او بالشكل ده، الطباقة البلاستيك اللي عند كل الناس او عند معظمهم، وبيشتكوا منها ان هي طبعا بتنزل مية، او الاطباق دي بتنزل مية على الكوبايات. وطبعا احنا كنا بننشف الاطباق دي اول على الفوطة، وبعد كده نبدأ نرصهم على الطباقة دي، فطبعا غلبة ووقت وبتاخد مننا مجهود. فيلا بينا، الفكرة دي حلوة جدا جدا. اول حاجة عملتها ان انا فكيت الطباقة عن بعضها، هستغنى كده عن الركنين الجنبين البلاستيك اللي انتوا شايفينهم دول، وهعينهم كده لحد ما ابقى احتاجهم في اي وقت تاني. فكل اللي انا هعمله ان انا هفك الطباقه وهستغنى عن الجنبين دول. وبعد كده هقولك على حاجه. هتحتاجي القطعه اللي تحت دي، بان انت كده هترصي عليها الكوبايات. ممكن تستغني عن القطعه دي وتحطي مكانها فوطه تحت المصفى او تحت الطباقه بتاعه الكوبايات دي. يعني اول حاجه هنعملها ان احنا هنسيب الجزء اللي تحت ده زي ما انتوا شايفين كده، تغسليه كويس كده. طبعا انا مطبقه الفكره دي عندي بقالها اكتر من شهرين في المطبخ، وبجد ان هي مريحه جدا، قلت هنزلها معاكم على القناه تستفادوا منها، واجري واجريكم على الله. المهم، الكوبايات طبعا نظيفة وناشفة، عشان انا مستخدمة يعني مطبقة الفكرة دي عندي بقالها فترة. تمام. فهمسح بقى كده تحتهم واحطهم جنب الشاي والسكر والقهوة، مطرح كده ما بستخدم الشاي او بعمل الشاي. هحطهم طبعا يبقوا قريبين لايدي، وطبعا الكوبايات اللي بحتاجها هي اللي انا احطها في الطباقة، اللي مش محتاجاها طبعا حطها في الطباقة اللي فوق الحوض، او طبعا عيناهم في المطبخ الالمنتال نفسه. تمام. فدول اللي انتوا شايفينهم دول اللي بستعملهم على طول، حطاهم زي ما انتوا شايفين. ممكن تحطي طبعا تحت كده فوطة، وتحطي على طول الكوبايات من غير ما تنشفيهم. ممكن تنشفي الكوبايات وتحطي وتحطيها على بعضها زي ما انت شايفة، وترصي الكوبايات فيها بالطريقة اللي انت شايفاها دي. هيتحافظ عليهم، ومش هترجعي تحطي فوقهم بقى كده اطباق تنزل عليهم مية او اي حاجة زي ما انت شايفة. تمام. الفكرة التانية بقى كده، الفوطة دي اللي كانت عندي، وكنت طبعا بغسل الكوبايات وبغسل الاطباق وبغسل كل حاجة وبرصها عليها كده. طبعا عندي 3 فوط مع بعض ببدل فيهم. المهم كنت بحط كل حاجة عليها تنشف، وبعد كده أبدأ إن أنا أرص في الطباق. فلقيت الموضوع كده فاهمين إن هو بياخد وقت كده ومجهود، والحاجة برضو بتبقى فوق بعضها على طول. لا، فكده أسهل معاكي بكتير. هتغسلي على الحوض الأطباق، وهتغسلي المواعين، هتغسلي كل حاجة، وهترصي على القطعة التانية اللي انت شايفاها دي. هترصي الأطباق كده بميتها من غير ما تنشفيها ولا حاجة. وطبعا الفوطة تحت الصفاية زي ما انت شايفة بالطريقة دي. فكل اللي كل اللي عليكي هتعمليه ان انت اول ما الفوطه طبعا تتبل معاكي، بتبداي ان انت تشيليها وتحطي فوطه تانية تحت الاطباق او تحت الصفايه اللي انت شايفاها دي. ففكره حلوه وفكره سهله جدا معاكي، مش هتحتاجي غير ان انت بس هتفكي الطباقه او الصفايه البلاستيك اللي على الحوض عندك. هتفكيها وهتعمليها 2 وهتستفادي منها بالفكره الجميله دي. بعد كده طبعا صفاية المعالق دي عندي طبعا برضو لازم تتحط تحتها حاجة، ان هي ما تكمكمش عندك، او المعالق تاخد يبقى فيه في مية وما تبقاش ناشفة. تمام. تبقى على حاجة عالية طبعا وتصفي ميتها، يا اما تحطي تحتها الفوطة وتحطيها زي ما انت شايفة كده، وتغيري الفوطة طبعا باستمرار. وكده يا رب الفكرة تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منها زي ما انا كده مستفادة منها ومريحاني كتير في المطبخ. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، ما تنسوش لايك الجميل.